من دوحة الخير والنماء، من دولة قطر إلى أقصى العالم الإسلامي، المملكة المغربية. آلاف الكيلومترات تفصل بين البلدين الشقيقين، إلا أنها لم تحل دون تواصل الشعبين، فكان تمازج مشترك، وكانت أخوة ومحبة صادقة. في هذه الأمسية المغربية بالدوحة نعرض لشهادات بعض أصدقاء المغرب. تجربتي مع المغرب، تجربتي مع الشعب المغربي، تجربتي مع المدن الجميلة التي زرتها من فاس إلى مكناس، إلى أيضا المناطق الجبلية وإلى جبال أطلس وصحراء المغرب أيضا جنوبها وشمالها. كان لي فرصة أن أتواجد في الواقع في هذه المناطق الجميلة، كون جيولوجي. طبعا أيضا المغرب من الدول التي فيها الكثير من الجبال، والتي تمثل كتاب مفتوح لعلم الجيولوجيا، سواء في تقاطيعها، في صدوعها، في فواصلها، وفي أيضا بعض الاكتشافات التي تتم سواء للمياه أو لبعض المعادن أو حتى البحث عن النفط. وأيضا لي أصدقاء في الواقع في المغرب، درست معهم في أمريكا، وكان لي فرصة أن أتواجد معهم، وكان لهم في الحقيقة الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في إعطاء فكرة متكاملة عن المغرب. ولحسن الحظ أيضا في الفترات الأولى من عمري كنت أمثل دولة قطر في كرة القدم، فسافرت إلى المغرب ولعبنا أيضا مع المنتخب المغربي. طبعا كان هناك فوارق كبيرة بيننا وبين المغرب في تلك الفترة. كنا بداية تكوين ونشر هذه اللعبة في قطر، وكانت المغرب طبعا من الدول المتمكنة جدا، ولكن تمكنا أيضا من أن نلعب مباريات ودية، وأن أيضا نتعرف على بعض اللاعبين المتميزين في تلك الفترة بين بداية الستينات إلى منتصف الثمانينات. وهذه الفرصة في الحقيقة أعطتني كثير من أيضا الفرصة لزيارة المغرب بشكل متتالي، سواء كانت زيارة سياحية مع الأسرة أو زيارة عمل أو زيارة حتى للمؤتمرات التي أقيمت له. وكانت لي زيارة طبعا هذه السنة آخر زيارة قبل حوالي 3 أشهر، عندما عقد مؤتمر دولي كبير على مستوى العالم لما يعرف بالبطولة لذوي الإعاقة في المغرب العربي، التي احتضنت هذه البطولة العالمية واهتماماتها تحت طبعا رعاية ملكية في المملكة المغربية. وكانت أول زيارتي في الدار البيضاء، وحقيقة لاحظت أن هذا البلد يعني فعلا في عندهم تماسك أسري ممتاز وترابط، يعني هذا مما شجعني. لكن عندما غيرت اتجاهي من الدار البيضاء على الرباط حصلت كذلك أكثر ترابط، وهناك في حقيقة يمكن عندهم طبع كويس، الطبع العائلي المشترك بينهم، وكذلك يعني حقيقة أن لم أكن يعني مبالغ في عندهم حسن استقبال من هو يعني زائر لبلدهم. ودائما من يزور المغرب حقيقة يحس كأنه في بيته الثاني، من تعامل الناس التعامل الممتاز والأسلوب اللي فعلا تحس أنك أنت في بلدك الثاني، لأن فعلا أهل المغرب بالذات يعني لهم يعني ميزة خاصة في لقائهم بالضيف. وحسيت فعلا أن هذا البلد كل يوم من يوم فيه تطور وفيها تقدم. أنا سعيد يعني بهذه العلاقة التي نشأت بيني وبين المغرب بشكل عام، كوني أنا زرت المغرب لأول مرة في حياتي سنة 1989، وكان هناك عرض مسرحي لحمد الرميحي. يعني من هذه الزيارة اللي هي تعد أول مرة في
في حياتي أزور المغرب. تشكلت بيني وبين الثقافة المغربية كوني مهتم بالثقافة بشكل عام، بالثقافة والفنون، وتشكلت هذه العلاقة من هذا المنطلق. بدأت أطلع على المثقفين، على الإنتاج الثقافي والإنتاج الفني، فهناك يعني حقيقة تميز يمكن ما شاهدناه في الأسبوع الثقافي المغربي الذي يقيم في إطار احتفالية الدوحة عاصمة للثقافة. كيف هذا التنوع، وكيف يعني سواء كان كإنتاج أدبي أو كإنتاج فني كيف يختلف حقيقة عما هو موجود في سواء كان في منطقة الخليج أو في البلدان العربية الأخرى. هناك تميز حقيقة في مفردة الكلمة، سواء كان مفردة الطرح، الرؤى، كلها هذه حقيقة تابعتها وشاهدتها في الثقافة المغربية، ومن هنا حقيقة استهوتني يعني للتعرف على هؤلاء، ولعل ذلك سيستمر اهتمامي بهذا الجانب، لأنه حقيقة أجد أنه حتى أنه بدأت أستخدم في مقالاتي المفردات المغربية، وأصبح القارئ يتفاعل معها، ويعني قد يستغرب أنه كيف واحد من الخليج يستخدم مفردة مغربية لا أو مغاربية، وبالتالي يعني التعرف على ثقافات حتى لو كانت عربية تضيف لك لمسيرتك شيئا كثيرا. أما بالنسبة للجالية المغربية حقيقة في دولة قطر، دائما يعني تحس أنهم فعلا خليط هذا المجتمع وجزء من هذا المجتمع. يعني لو تقابلت مع مغربي دائما تحس أن دائما هذا المغربي يقول لك أنا أحس أني في بلدي الثاني قطر، والعكس صحيح طبعا القطريين كذلك نحس أن احنا في بلدنا الثاني في المملكة المغربية. أنا حقيقة يمكن شهادتي مجروحة لأني عندي علاقات كويسة مع إخواني المغربيين، سواء في العمل أو كذلك في مواقع مختلفة. حقيقة يمكن المغربيين أو المغاربة لهم حس خاص، يعني الواحد يستمتع معهم في الجلسة والحديث وما يحس انهم فعلا يعني قرباء، رغم انهم من المغرب العربي. واحنا دائما يمكن نفتقد العلاقة بين المغرب العربي والخليج العربي، الا ان حقيقة يمكن اهل المغرب يعني نحس انهم جزء من مجتمعنا الخليجي. طبعا المغرب ايضا كما نعلم الجاليه المغربيه في دوله قطر تتواجد في كثير من مناحي الحياه، سواء كان اساتذه في الجامعه او مهندسين في قطاعات النفط، او ايضا عاملين في قطاعات التجاره والاقتصاد، وايضا في قطاع الاعلام. في الواقع هناك تواجد واضح. قطاع ايضا الاعاقه هناك مجموعه من زملائنا واشقائنا من المغرب في هذا القطاع، وبالتالي والدليل على هذا ايضا تواجد يمكن هذا اللقاء اليوم مع تواجد نخبه من المثقفين وادباء وايضا مبدعين المغرب. سيحيوا وسنحيي معا هذه الامسيه الطيبه.
من هنا، من دوحة الخير والنماء، من دولة قطر، إلى أقصى العالم الإسلامي، المملكة المغربية. آلاف الكيلومترات تفصل بين البلدين الشقيقين، إلا أنها لم تحل دون تواصل الشعبين، فكان تمازج مشترك، وكانت أخوة ومحبة صادقة. في هذه الأمسية المغربية بالدوحة نعرض لشهادات بعض أصدقاء المغرب. تجربتي مع المغرب، تجربتي مع الشعب المغربي، تجربتي مع المدن الجميلة التي زرتها من فاس إلى مكناس، إلى أيضا المناطق الجبلية وإلى جبال أطلس وصحراء المغرب أيضا جنوبها وشمالها. كان لي فرصة أن للتعرف على هؤلاء، ولعل ذلك سيستمر اهتمامي بهذا الجانب، لأنه حقيقة أجد أنه حتى أنه بدأت أستخدم في مقالاتي المفردات المغربية، وأصبح القارئ يتفاعل معها، ويعني قد يستغرب أنه كيف واحد من الخليج يستخدم مفردة مغربية لا أو مغاربية، وبالتالي يعني التعرف على ثقافات حتى لو كانت عربية تضيف لك لمسيرتك شيئا كثيرا. أما بالنسبة للجالية المغربية حقيقة في دولة قطر، دائما يعني تحس أنهم فعلا خليط هذا المجتمع وجزء من هذا المجتمع. يعني لو تقابلت مع مغربي دائما تحس أن دائما هذا المغربي يقول لك أنا أحس أني في بلدي الثاني قطر، والعكس صحيح. طبعا القطريين كذلك نحس أن احنا في بلدنا الثاني في المملكة المغربية. أنا حقيقة يمكن شهادتي مجروحة لأني عندي علاقات كويسة مع إخواني المغربيين، سواء في العمل أو كذلك في مواقع مختلفة. حقيقة يمكن المغربيين أو المغاربة لهم حس خاص، يعني الواحد يستمتع معهم في الجلسة والحديث وما يحس انهم فعلا يعني قرباء، رغم انهم من المغرب العربي. واحنا دائما يمكن نفتقد المؤتمرات التي اقيمت له. وكانت لي زيارة طبعا هذه السنة آخر زيارة قبل حوالي 3 أشهر، عندما عقد مؤتمر دولي كبير على مستوى العالم لما يعرف بالبطولة لذوي الإعاقة في المغرب العربي، التي احتضنت هذه البطولة العالمية أو اهتماماتها تحت طبعا رعاية ملكية في المملكة المغرب. وكانت أول زيارتي في الدار البيضاء، وحقيقة لاحظت أن هذا البلد يعني فعلا في عندهم تماسك أسري ممتاز وترابط، يعني هذا مما شجعني. لكن عندما غيرت اتجاهي من الدار البيضاء على الرباط حصلت كذلك أكثر ترابط، وهناك في حقيقة يمكن عندهم طبع كويس، الطبع العائلي المشترك بينهم، وكذلك يعني حقيقة أن لم أكن يعني مبالغ في عندهم حسن استقبال من هو يعني زائر لبلدهم. ودائما من يزور المغرب حقيقة يحس كأنه في بيته الثاني، من تعامل الناس التعامل الممتاز والأسلوب اللي فعلا تحس أنك أنت في بلدك الثاني، لأن فعلا أهل المغرب بالذات يعني لهم يعني ميزة خاصة في لقائهم بالضيف. وحسيت فعلا أن هذا البلد كل يوم من يوم فيه تطور وفيها تقدم. أتواجد في الواقع في هذه المناطق الجميلة، كون جيولوجي طبعا أيضا المغرب من الدول التي فيها الكثير من الجبال، والتي تمثل كتاب مفتوح لعلم الجيولوجيا، سواء في تقاطيعها، في صدوعها، في فواصلها، وفي أيضا بعض الاكتشافات التي تتم سواء للمياه أو لبعض المعادن أو حتى البحث عن النفط. وأيضا لي أصدقاء في الواقع في المغرب درست معهم في أمريكا، وكان لي فرصة أن
أتواجد معهم، وكان لهم في الحقيقة الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في إعطاء فكرة متكاملة عن المغرب. ولحسن الحظ أيضا في الفترات الأولى من عمري كنت أمثل دولة قطر في كرة القدم، فسافرت إلى المغرب ولعبنا أيضا مع المنتخب المغربي. طبعا كان هناك فوارق كبيرة بيننا وبين المغرب في تلك الفترة. كنا بداية تكوين ونشر هذه اللعبة في قطر، وكانت المغرب طبعا من الدول المتمكنة جدا، ولكن تمكنا أيضا من أن نلعب مباريات ودية، وأن أيضا نتعرف على بعض اللاعبين المتميزين في تلك الفترة بين بداية الستينات إلى منتصف الثمانينات. وهذه الفرصة بالحقيقة أعطتني كثير من أيضا الفرصة لزيارة المغرب بشكل متتالي، سواء كانت زيارة سياحية مع الأسرة أو زيارة عمل أو زيارة حتى حقيقة أنا سعيد يعني بهذه العلاقة التي نشأت بيني وبين المغرب بشكل عام، كوني أنا زرت المغرب لأول مرة في حياتي سنة 1989، وكان هناك عرض مسرحي لحمد الرميحي. يعني من هذه الزيارة اللي هي تعد أول مرة في حياتي أزور المغرب، تشكلت بيني وبين الثقافة المغربية، كوني مهتم بالثقافة بشكل عام، بالثقافة والفنون، وتشكلت هذه العلاقة من هذا المنطلق. بدأت أطلع على المثقفين، على الإنتاج الثقافي والإنتاج الفني، فهناك يعني حقيقة تميز يمكن ما شاهدناه في الأسبوع الثقافي المغربي الذي يقيم في إطار احتفالية الدوحة عاصمة للثقافة. كيف هذا التنوع، وكيف يعني سواء كان كإنتاج أدبي أو كإنتاج فني كيف يختلف حقيقة عما هو موجود في سواء كان في منطقة الخليج أو في البلدان العربية الأخرى. هناك تميز حقيقة في مفردة الكلمة، سواء كان مفردة الطرح، الرؤى، كلها هذه حقيقة تابعتها وشاهدتها في الثقافة المغربية، ومن هنا حقيقة استهوتني يعني